وبمناسبة شهر أكتوبر الوردي، أطلق الهلال الأحمر الكردي بالتعاون مع هيئة الصحة في مقاطعة الجزيرة ووقف المرأة حملة توعوية بعنوان كشف مبكر حياة جديدة للتوعية بسرطان الثدي. تتضمن الحملة محاضرات في قامشلو 19 الأول، وفي ديريك 15 الأول، ومشفى الشعب بالحسكة، إضافة إلى أنشطة توعوية في الكومينات والمخيمات والمراكز الصحية. وأكد القائمون على الحملة أن هذه المبادرة لا تقتصر على النشاط التوعوي فحسب، بل تحمل رسالة إنسانية عميقة مفادها أن صحة المرأة هي ركيزة أساسية لبناء مجتمع متماسك وسليم. واختتم الإعلان بالتشديد على أن الفحص المبكر خط الدفاع الأول ضد سرطان الثدي، وأن الوعي هو السلاح الأقوى لحماية الحياة وصناعة الأمل. إطلاق حملة توعية مشتركة تحت شعار كشف مبكر حياة جديدة، والتي تهدف إلى نشر المعرفة وتعزيز الوعي المجتمع حول أهمية الكشف المبكر كخطوة أساسية لإنقاذ وحماية صحة المرأة. تتضمن هذه الحماية مجموعة من الفعاليات والتوعية والمحاضرات، حيث ستنطلق بسلسلة محاضرات مركزية بتاريخ 9 الأول محاضرة في مركز محمد شيخو بمدينة قامشلو، بتاريخ 15 الأول بديرك، إضافة إلى محاضرة في مشفى الشعب بمدينة الحسكة. وستمتد الحملة لتشمل الكومينات والمخيمات والمراكز الصحية في مختلف مناطق الإقليم لضمان وصول رسالتهم إلى أوسع شريحة